السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي. تعال نتكلم شوية في الكورة. وفي وسط زحمة الكورة اللي احنا فيها وكأس افريقيا، امبارح الاهلي كان عنده ماتش في كأس مصر. فايه يا مؤمن بقى؟ تفوجئ بان الاهلي بيلعب تقريبا، هو مش دكة، عشان في ناس كتير بتقول لك دكة. هي مش دكة لما تبقى بتلعب اتنين محترفين، والمهاجم الاساسي وبالباك الشمال اللي انت لسه شاريه بصفقة بملايين، وكل اللعيبه تقريبا اللي عندك دي مش دكه. يعني حسين شحات مش دكه، طاهر محمد طاهر مش دكه، محمد شريف، جراديشار، كوكا، احمد رضا، محمد شكري، عمر كمال عبد الواحد. ما ينفعش اقول على دول دكه يا جماعه. يعني اصل الاهلي عنده كذا بطوله، فاللعيبه دي كلها في وقت من الاوقات انت بتحتاجها تنزل تعمل لك الفارق. فما عندك لعيبه زي دي، يوم ما هتحتاجها مش هتتعمل لك الفارق، يبقى ملهاش لازمه في الفريق، ملهاش لزوم عندك في الفريق. انت امبارح ولا مرعي ولا داري ولا اي حد امبارح كان بيلعب كوره. امبارح اللعيبه تايهه، اللعيبه في حاله من ما عندهمش رغبه في الفوز، ما تفهمش، ما عندهمش دوافع، مستسلمين قوي. ما تعرفش ده غرور ان هم يكسبوا في اي وقت، او ده قله حيله منهم، او كل واحد مشتت، او ما تفهمش، او ده ايه. يعني لما يبقى ده التيم بتاعك امبارح عباره عن لعيبه اساسيه عندك في النادي، لعيبه المفروض ان هي اغلبيتها شاركت مع منتخبات بلادها، زي داري وزي جراديشار وزي طاهر وزي حسين وزي كوكا، لعيبه كتير جدا عندك امبارح. المفروض ان هي لعيبه دوليه كمان، وبتلعب فريق درجه تانية، مع احترامي الفريق المصريه للاتصالات، اللي هو اصلا اللي يعني القيمه التسويقيه بتاعته كله ما تجيش 8 لعيب واحد عندك، ما كملتش 8 لعيب واحد عندك انت شاريه. فلما يعني تخسر في ماتش زي ده امبارح، وتطلع من كاس مصر بعد بقالك سنتين، مره انسحبنا ومره كان علينا عقوبه ما شاركناش، وفي مره قبلها برضه طلعنا من كاس مصر وما خدناهوش. بعيد عن ان احنا نطلع او نكمل، بس انك تطلع على ايد فريق درجه تانية وانت عندك كميه النجوم دي في الملعب. انا بقول النجوم لان دول بيدفع فيهم بالملايين، يعني دول لعيبه في منهم بيقعد بالدولار، ولعيبه تانية عقودها بملايين. فلما اللعيبه دي تنزل الملعب وتحس ان هم مش موجودين، او ما بيعملوش اللي عليهم، او ما عندهمش دوافع، او ناسين الكوره بمعنى اصح، يبقى وجودهم في النادي الاهلي حرام، حصولهم على هذه المبالغ حرام. حاجه مستفزه جدا. ولا هل دلوقتي بقتش في لعيبه كوره وهي بقت عباره عن وكالات تسويق؟ وكيل لاعبين بيسوق لعيبه ما تعرفش حاجه عن الكوره، فبيخليها نجوم، وتيجي تبص عليها في الملعب ما تلاقيهاش. لما تبقى جايب واحد زي محمد شكري لسه في في الصيف، وما كملش معاك 6 شهور، وانت شاريه ملايين عشان خاطر يعمل لك الفارق ناحيه الشمال، بعد علي معلول وبعد يحيى عطيه الله وبعد كل دول، وفي الاخر يبقى بالمنظر ده. احمد كوكا اللي عمال يقول لك لا مش عايز اجدد، انا عايز اجدد ب 30 وب 40 وب 50، ويبقى بالمنظر ده في الملعب. اللعيبه اللي بتقعد بالدولار زي داري زي جريشار، وتبقى ده الشكل بتاعها في الملعب. حرام، حرام يعني حرام. هو إن يعني ايه، هي حظهم برضك ان هم جايين في حته وقت ان المنتخب المصري كسبان، والناس كلها مركزه مع منتخب مصر وكاس افريقيا ومحدش واخد باله قوي. بس لا، الترو امبارح كان مسيء، كان مهين، كان شكله وحش. ان انت كنادي اهلي تطلع من فريق درجه تانية وبهذا الشكل، وفي ايه يعني؟ أو هو يعني جابوا معاك التعادل في الدقيقه 81 وكسبوك في الدقيقه 110 في الوقت الاضافي. فاللي هو انت يعني، هو فين الاهلي؟ يعني عارف لو كنا بنلعب بالناشئين وخسرنا والله ما هزعل. يعني احنا ماتشنا مع غزل المحله بالناشئين، كانت اللعيبه عندها دوافع، كان اللعيبه ليها شكل، كان في روح. اللعيبه الصغيره عندها روح عن اللعيبه اللي بتاخد الملايين دي. فبصراحه انا مش فاهم اللي حصل امبارح، وهل ده دليل ان اللعيبه فعلا تستحق تمشي، ولا يعني، يعني انا نفسي افهم، حد يفهمني يعني. اللعيبه دي بتسهل الامر على الاداره انها تمشي، عايزه تمشي، ما هو ملهاش حل تاني. ما هو انا لما انزل الملعب وما اعملش اللي عليا وابقى بالشكل ده، يبقى اقول للاداره مشيني بقى انا وحش. بس مستحيل يكون بالشكل ده ويرجع بعد الماتش ده يقول لك انا عاوز قد كده في العقد بتاعي، وعاوز اروح في الحته الفلانيه وعاوز اخد بالدولار. يعني هي الفكره ما كمان مش فكره بس فلوس، هي فكره ان مفيش فنيات كانت موجوده امبارح. اللعيبه ناسيه الكوره، اللعيبه حرفيا ناسيه الكوره. ايه المنظر ده؟ ايه البهتان ده؟ ولا روح ولا اداء ولا رجوله ولا اي حاجه. واللعيبه لو جينا اتكلمنا على كل لاعب امبارح ناسي الكوره حرفيا،
حرفيا ناسي كوره، ولا عارف يباصي ولا عارف يغطي ولا عارف يدخل جون، ولا في اي حاجه تستحق المشاهده، ولا تخليك عندك طمأنينة ان في دكة عند الاهلي ممكن تعمل لك الفرق في اي ماتش. معلش ان اللعيبه بتاعتي كلها اللي مع المنتخب بتاعتها زي ديانج او بن شرقي او غيره، او اللعيبه اللي مع منتخب مصر، مش هم دول اللي هكمل بيهم الموسم كله؟ انا عندي بطولات كتير، فاكيد انا محتاج اللعيبه دي. انا كنت بلعب بالاثنين في الروضه بتوعي، شريف وجردشار، حتى الناشئ اللي هو حمزه عبد الكريم. فانا ما عنديش فيرود، انا ما عنديش باك شمال، انا ما عنديش دفاع، انا ما عنديش اي سنتر باكات، ولا عش ولا داري ولا مرعي ولا اي حد، ولا اي حد يعتمد عليه. خط النص انا ما عنديش بدايل بقى كده يعني، ولا احمد رضا ولا نبيل كوكا ولا قفشه، حتى لو لعب قفشه كده كده يعني نسي الكوره. باك يمين بتاع عمر كمال عبد الواحد اللي هو بديل هاني، الله يسامحه يعني، هو تقريبا عامل فرمطه المخ ونسي الكوره. فانت بتتكلم في ايه؟ الوينجات، انت حتى الوينجات بتاعتك طاهر وحسين امبارح مش في احسن حالاتهم خالص، رايحين في نسيبه يا جماعه. اللعيبه مش هنا، اللعيبه في عالم تاني. هي مركزه مع المنتخب؟ طيب بتتفرج على المنتخب مركزه معاه ولا ايه؟ انا عاوز اطلع لهم اي مبرر مش لاقي والله العظيم. يعني ولا جمهور كان ضاغطهم، ولا في دوشه حوالين الماتش، بيلعبوا مرتاحين، بيلعبوش تحت ضغط، بيلعبوا فريق في متناول. يعني المفروض ينزلوا يتمتعوا وينزلوا يبينوا نفسهم ويوروا الاداره ان هم احنا هنا ما نتباعش ونجدد ونعمل، واحنا لعيبه رجاله، واحنا لعيبه قد عندنا وقد النادي الاهلي وقد تيشيرت النادي الاهلي. اما المنظر ده، والله انا لو من اداره النادي الاهلي اسرح الفريق كله، اسرح كله اللي كانوا بيلعبوا امبارح دول، ما فيش فيهم واحد حتى اتمسك بيه يبقى بديل. في النهاية أنا مش لاقي كلام أقوله والله بصراحة، عشان الموضوع كان يعني صعب قوي، لأن سمعت كلام كتير عن بودلة وعن دكة الأهلي وعن مش عارف إيه. هي لا كانت دكة ولا بودلة. اللعبة دي أغلبيتها أساسيين، اللعبة دي أغلبيتها شاركت مع منتخب مصر، اللعبة دي أغلبيتها دولية، اللعبة دي لا تستحق تيشيرت النادي الأهلي نهائي. إخواتي وحبايبي، السلام عليكم.